نزلنا الشارع وسألنا الناس الأسئلة دي. Can you play a musical instrument? What instrument do you play? Do you have noisy neighbors? What is your favorite month of the year? What kind of music do you like? Do you have a favorite band or singer? What kind of books do you like? تعال نشوف قالوا ايه. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس انجليزي في الشارع، واللي هتلاقيه في قناه اليوتيوب في زر قوائم التشغيل مترتب حلقه 1 2 3 4. دي الحلقه رقم 7 من كورس انجليزي في الشارع، والحلقه اللي جايه ان شاء الله هتبقى عباره عن امتحان شامل في كل الحلقات اللي فاتت من حلقه 1 لحد حلقه 7. والامتحان هيبقى عباره عن اسئله مشابهه للاسئله اللي انت درستها في كل الحلقات اللي فاتت. حضرتك هتسمع سؤال وإجابة من واحد أجنبي من أصحاب اللغة نفسهم، وهيبقى مطلوب منك إما تكتب الإجابة الصحيحة أو تختار الإجابة الصحيحة. فشد حيلك بقى وذاكر من حلقة 1 لحد حلقة 7 عشان إن شاء الله المرة الجاية تجيب سكور عالي في الإكزام. وحفاظا على وقت حضراتكم خلينا نشوف أول مقطع وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ Let's do it. Can you play a musical instrument? I can't play any musical instruments. Can you play a musical instrument? Yes, I can. What instrument do you play? I can play the piano and I can also play the harp. أهلا بحضراتكم للمرة التانية. بعد ما سمعنا الفيديو الأولاني، المذيع بيسأل الضيف فبيقول له Can you play a musical instrument؟ والمعنى هل تقدر تلعب آلة موسيقية؟ طيب تعال بقى نتكلم على كان دي من المودلز، واللي ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في كورس القواعد. ولكن خلينا نقول انه من احد استخداماتها انها تعبر عن القدرة، يعني معناها انا استطيع، ولازم يجي بعدها الفعل في المصدر. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني الفعل بدون اي اضافة، بدون اس او اي اس او اي حاجة، لازم يجي بعدها الفعل في المصدر، وهنا يبقى معناها استطيع. يعني على سبيل المثال لو قلت I can swim، معناها أستطيع أن أسبح. She can speak English، يعني هي تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية، يبقى هنا معناها أنا أستطيع. طيب لما أحب أسأل بكان، أسأل إزاي؟ يعني عايز أقول هل تستطيع أنك تعمل كذا؟ كل الفكرة أن احنا بنعمل مقص. إزاي؟ لو خدنا بقى مثال She can speak English، كل الفكرة هنبدلهم، بدل she can تبقى can she. Can she speak English؟ Can she speak English؟ وهنا السؤال يبقى معناه هل هي تستطيع أن تتحدث الإنجليزية؟ طيب لو هنجاوب على السؤال ده B Yes she can، يبقى كده معناها أيوة هي تقدر. أو ممكن نجاوب No she can، وهنا معناها لا هي لا تستطيع. كويس جدا. فالسؤال Can you play a musical instrument؟ طبعا كلمة instrument دي معناها أداة تستخدم لغرض معين. كلمة musical معناها موسيقي. طيب a musical instrument معناها آلة موسيقية. طيب هنا بقى السؤال، ليه قلنا musical اللي هي الصفة الadjective اللي هي معناها موسيقي، وما قلناش music اللي هي معناها موسيقى؟ حلو السؤال ده. انت في العربي بتقول آلة موسيقى ولا آلة موسيقية؟ انت بتقول آلة موسيقية. في الانجليزي برضو نفس الفكرة، بنقول آلة موسيقية. يعني لازم نحول كلمة music اللي هي معناها موسيقى لكلمة musical اللي هي معناها موسيقي، علشان تدينا الكلمة دي musical instrument اللي هي آلة موسيقية. تمام؟ كويس جدا. فرد بقى الراجل وقال I can't play any musical instrument. I can't play any musical instrument. والمعنى لا أستطيع أن ألعب أي آلة موسيقية. طب ثانية، هو قال cannot، قالها كده can. طب أنا سمعتها كأنها كان. طب أنا إزاي أعرف أفرق بين can اللي معناها يستطيع وكان اللي معناها لا يستطيع؟ حلو جدا السؤال ده. أولا كان اللي معناها يستطيع ممكن نصغرها على كان، تبقى ك شوى ان كن. مثال
I can do it. I can do it. شايفين بقى كان صغرناها لإيه؟ كن. لكن كان دي فيها حاجتين. أول حاجة لا تصغر. اسمع بقى كده. I can't do it. I can't do it. الأولى I can do it. التانية I can't do it. تاني حاجة إنه كان الصوت الأخير أو حرف تي ده لا نطلق الهواء. يعني أنا ما بقولش can't. لا كان كان يبقى علشان أفرق بينهم الأولى تصغر كان، أما المنفية اللي هي cannot لا تصغر كان. مثال على الاتنين. الأولى تصغر زي المثال ده I can do it. I can do it. أما التانية لا تصغر زي المثال ده I can't do it. I can't do it. طيب تعالى بقى اختبرك. هقول لك جملتين، هتسمع جملتين وهتقول لي أي واحدة فيهم اللي هي can، اللي هي يعني cannot. تمام؟ I can play tennis. I can play tennis. ها يا ترى cannot أي واحدة فيهم، الأولى ولا التانية؟ Yeah, great job. You've got it. التانية هي اللي can. تمام؟ طيب بعد كده المذيع سأل حد تاني فبيقول له Can you play a musical instrument؟ يا ترى تقدر تلعب آلة موسيقية؟ فرد الضيف وقال Yes, I can. فالمذيع سأل السؤال التاني What instrument do you play؟ والسؤال معناه طب يا ترى أي آلة بتلعبها؟ ولو اتكلمنا في طريقة النطق هنلاقي عند كلمة what التي جت بين صوتين متحركين، فبالتالي هتبقى دي خفيفة. What instrument do you play؟ فرد بقى الضيف وقال I can play the piano. I can also play the harp. والمعنى ان انا اقدر العب البيانو وكمان اقدر العب الهارب. بيانو ده سهل جدا زي الصورة اللي حضرتك شايفها، والهارب اللي هو آلة القيثار زي الصورة اللي حضرتك شايفها. تمام كويس جدا. تعالوا نشوف الضيف اللي بعد كده وبعدين نتناقش فيه. Do you have noisy neighbors? No, I'm the noisy neighbor. What do you do? Play music really loud. طيب بعد ما سمعنا المقطع المذيع بيسأل الضيف فبيقول له Do you have noisy neighbors؟ Do you have noisy neighbors؟ والمعنى هل عندك جيران مزعجين؟ كلمة noisy دي adjective يعني صفة معناها مزعج، وكلمة neighbor دي معناها جار، يعني الناس اللي ساكنين جنب منك. وتكتب في البريطاني باليو كده، ولكن في الأمريكي تكتب بدون اليو كده. فالمذيع بيسأل الضيف يقول له Do you have noisy neighbors؟ يا ترى هل عندك جيران مزعجين؟ فرد عليه الضيف وقال له No, I am the noisy neighbor. لا ما عنديش جيران مزعجين، أنا اللي جار مزعج. فرد عليه المذيع وقال له What do you do؟ طب أنت جار مزعج، يا ترى بتعمل إيه؟ What do you do؟ فرد الضيف وقال له Play music really loud. Play music really loud. يعني أنا بلعب مزيكا بصوت عالي فبعمل إزعاج للجيران. طيب تعالوا نشوف الضيف اللي بعد كده وبعدين نتناقش فيه. What's your favorite month of the year? My favorite month of the year is September. Why? I just love the fall. طيب المذيع بيسأل الضيف فبيقول له What is your favorite month of the year؟ يا ترى ايه الشهر المفضل بالنسبة لك في السنة؟ لو اتكلمنا في طريقة النطق هتخلي بالك من كلمة month عند TH هتطلع لسانك month، وكلمة year تخلي بالك من R كده year. What is your favorite month of the year؟ فرد عليه الضيف وقال له My favorite month of the year is September. يعني الشهر المفضل بالنسبة لي في السنة هو شهر سبتمبر. فرد عليه المذيع وقال له Why؟ يا ترى ليه؟ فرد الضيف وقال له I just love the fall. يعني علشان أنا بحب fall، وفول هنا معناها فصل الخريف. طبعا لها معنى تاني اللي هو verb يعني فعل بمعنى يسقط، ولكن هنا معناها فصل الخريف. هتقولي الله مش في كلمة تانية اسمها autumn معناها الخريف؟ طب ايه الفرق بين fall و autumn؟ وخلي بالكوا autumn الان silent autumn
هتلاقي الناس تقولك انه fall هي دي American و autumn دي British، والكلام ده مش صحيح. في الحقيقة هما الاتنين منتشرين في انجلترا وفي امريكا، ولكن ممكن نقول انه fall هي اكثر استخداما في امريكا، و autumn هي اكثر استخداما في انجلترا. كمان ممكن نقول انه autumn هي more formal يعني رسمية اكتر من fall، وإن كانت fall يعني شائعة الاستخدام في أمريكا. آخر حاجة بقى إنه fall ليها معنى تاني اللي هو يسقط، لكن autumn دي معناها الخريف. فقال لها I just love the fall يعني أنا بحب الخريف. طيب نشوف الضيف اللي بعد كده وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ Let's do it. What kind of music do you like? I like all kinds of music. I like rock, jazz, dance music, and I also like some classical as well. What kind of music don't you like? I'm not a big fan of heavy metal. Do you have a favorite band or singer? Yes. My favorite singer is probably someone like David Bowie. طيب المذيع بعد كده بيسأل الضيف فبيقول له What kind of music do you like؟ والسؤال معناه ايه نوع المزيكا اللي انت بتحبها؟ طبعا لو اتكلمنا في طريقة النطق هنلاقي عند كلمة what دي قلناها قبل كده كتير، بلاش تقول what خليها what. كلمة kind انتهت بحرف ساكن هو الدي، و of بدأت بحرف متحرك هو الأو. في الحالة دي هنربط بينهم. يعني ايه هنربط بينهم؟ يعني مش هنقف في النص. بدل kind of على بعضها كده kind of. What kind of music do you like؟ يا ترى ايه نوع المزيكا اللي انت بتحبها؟ فرد بقى الضيف وقال I like all kinds of music. I like rock, jazz, dance music. I also like some classical as well. طيب تعالى بقى نفصص المعنى. I like all kinds of music. والمعنى ان انا بحب كل انواع المزيكا. وخلي بالك عند كلمة all عليها ستريس. I like all kinds of music. I like rock music. ده نوع من انواع المزيكا اسمه مزيكة الروك. جاز وده نوع تاني. dance music ده نوع تالت. dance معناها يرقص. وكلمة dance هو نطقها كده dance مش dance عشان هو ده بريطاني، وفي النطق البريطاني بيقولوا dance اما في الامريكي بيقولوا dance. وبعدين قال I also like some classical as well. I also like some classical as well. طيب I also like وانا كمان بحب some classical يعني المزيكا الكلاسيكية او القديمة الى حد ما. as well معناها ايضا وتستخدم في اخر الجملة. وخلي بالك انا بقول well all well. طيب ناخد بقى مثال عشان نفهم. لو انا قلت لك رامي plays soccer، وسoccer هي الكرة في امريكا. رامي plays soccer، فانت عايز تقول لي انه علي بيلعب كورة برضو ايضا، فتقول لي Ali plays soccer as well. Ali plays soccer as well. يبقى انت قلت لي انه علي بيلعب كورة ايضا، يبقى هنا as well معناها ايضا وبتيجي في اخر الجملة. الله، ثانية هي مش في كلمة تانية اسمها to معناها ايضا وبتيجي في اخر الجملة؟ بالظبط كده. ايه اللخبطة دي بقى؟ هقولك الاتنين معناهم ايضا والاتنين بيجوا في اخر الجملة. طب ايه الفرق؟ الفرق انه as well هي more formal يعني رسمية اكتر، يعني تستخدم في مواقف رسمية اكتر، ولكن الاتنين زي بعض تماما. طيب ناخد بقى مثال. لو انا قلت لك I like chocolate، انت عايز تقول لي ان انت ايضا بتحب الشوكولاتة، فممكن تقول لي I like chocolate too او I like chocolate as well، والاتنين صح ومفيش اي مشكلة. تمام. بعد كده المذيعة سألت الضيف فبتقول له What kind of music don't you like؟ What kind of music don't you like؟ والمعنى طب ايه نوع المزيكا اللي انت مش بتحبه؟ الله، ثانية واحدة، هو ينفع نسأل بدونت؟ ينفع. لو قلت لك What kind of music do you like معناها ايه نوع المزيكا اللي انت بتحبها. طيب
What kind of music don't you like؟ معناها ايه نوع المزيكا اللي انت مش بتحبها. ممكن نسأل ب don't عادي جدا. طيب لو اتكلمنا في طريقة النطق هتلاقي عند كلمة don't you خدنا قبل كده انه في اللهجة الامريكية حرف التي لو جه بعد منه حرف الواي هنزود تش في النص. تش صغيرة جدا. بدل don't you don't you. What kind of music don't you like؟ تمام؟ طيب فرد بقى الراجل وقال I'm not a big fan of metal. والمعنى ان انا مش بحب او لا يعجبني نوع المزيكا اللي هو اسمه metal. ودي اسمها مزيكا الميتال. ودي مزيكا بيبقى صوتها عالي جدا. بعد كده المذيعة سألته Do you have a favorite band or singer؟ يا ترى عندك فرقة غنائية مفضلة أو مغني مفضل؟ فقال لها My favorite singer is probably someone like David Bowie. My favorite singer المغني المفضل بتاعي is probably معناها على الأرجح someone like واحد زي ديفيد. وديفيد بوي من أشهر المغنيين البريطانيين اللي كانوا في فترة السبعينات وليه أغاني مشهورة جدا. ودي الصورة بتاعته. Can you play a musical instrument? I can't play any musical instruments. Can you play a musical instrument? Yes, I can. What instrument do you play? I can play the piano and I can also play the harp. Do you have noisy neighbors? No, I'm the noisy neighbor. What do you do? Play music really loud. What's your favorite month of the year? My favorite month of the year is September. Why? I just love the fall. What kind of music do you like? I like all kinds of music. I like rock, jazz, dance music, and I also like some classical as well. What kind of music don't you like? I'm not a big fan of heavy metal. Do you have a favorite band or singer? Yes, my favorite singer is probably someone like David Bowie. What kind of books do you like? Usually science fiction or fantasy novels.